السلام عليكم مشاهدي قناه فاطمه اشرف. اليوم غادي ندير معكم همبرجر، وهنا غندوزو العجينه. عندي هنا جوج زلايف ديال الدقيق وزلافه ديال الفينو، وعندي هنا معلقه كبيره ديال الخميره، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال الملحه. وهنا نسيت ما درتش الخل معكم، زدتو دابا وغادي نكمل العجينه ديالي. من بعد ما جمعنا العجينه ديالنا غنزيد واحد المعلقه ديال الزبده، معلقه كبيره. غنحاولوا ندخلوها في العجينه مزيان. بالنسبه للزبده اختياريه، اللي عنده يديرها، اللي ما عندوش ماشي مشكل. من بعد ما عجننا العجينه ديالنا وجمعناها غادي نغطيوها نخليوها ترتاح واحد نص ساعه. من بعد ما خمرات لينا العجينه ديالنا غادي ندهنوها بشويه ديال الزيت باش نقطعوها على هذا الشكل، هذا دوائر. وغادي نديرهم في واحد اللاطه اللي كتدخل الفران. نستمروا بهذه الطريقه هذه حتى نكملوهم. دابا غنغطيوهم وغنخليوهم يزيدوا يخمروا بعد باش نطيبوهم. من بعد ما خمروا لينا غندهنوهم شويه ديال الصوجه، اللي عنده الصوجه اللي عنده البيض بحال بحال. دابا غندردر عليهم شويه ديال الجنجلان من الفوق. دابا غندوزو للتخليطه ديال الكفته. عندي هنا شويه ديال الكفته، شويه ديال البصله، شويه ديال الربيع مقطع، والعطريه عندي البزار، التحميره، سكينجبير، خرقوم، كمون والملحه وشويه ديال الزيت. بسم الله. دابا غنخلطوا المكونات ديالنا في شي اناء، نزيدوا عليها البصله، غنزيدوا الربيع، نزيدوا الملحه، نزيدوا العطريه ديالنا والزيت، وغنخلطوهم مزيان. هنا كورت الكفته ديالي ودرتها في الزيت طيب، شويه ديال الزيت ماشي بزاف. بسم الله. دابا غادي نعمروا همبرجر ديالنا. غادي ندهنوها بشويه ديال المايونيز، غنديروا الخس ومطيشه والكفته ديالنا اللي درنا عليها الفرماج ديال الساندويتش صافي، وغادي نسدوها. كتجي على هذا الشكل هذا. هذا هو الشكل النهائي ديال الهمبرجر ديالنا.
دخل 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 دخل. سند ها. سند. ناكلو سلطة.